السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده مولد النبي الشريف او ليله مولد النبي الشريف، فحبينا ان احنا نعمل الموسم بتاعنا اللي كنا بنعمله زمان. بس عايزه اقول لك النهارده الموسم عملته باكل سوتيه. سوتيه. بلاش المحمر والمشمر، ده دكاتره منعينهم. بصوا بقى، شويه خضار كده وحبه رز ابيض وقطعه فراخ بالشكل ده كده. بص، عايزه اقول لك الوصفه بتاعتنا دي معموله بالوركين بس، وركين الفرخه بس، وشلت الباقي على طول في التلاجة، ينفع في وصفة تانية. شايفين بقى الرز بتاعنا، وشايفين الخضار، وشايفين الفراخ بتاعتنا مستوية ازاي، وكله في طاسة واحدة على النار. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. حبهان لورا مستكة، حبهان لورا روزماري مش مستكة، لا ما حطيتش لسه مستكة. ودولت هفرمهم كده لان الحبهان واللورا والروزماري عندي كبار، يعني حجمهم كبير مش مطحونين، فهطحنهم بالشكل ده كده. والخضار قدامكم اهو، عشان بقى نقطعه كده تقطيعه حلوه تليق بالاكل السوتيه. السوتيه يا جماعه. حط بقى على حبه الحاجات اللي اتفرموا دول يعتبر معلقه صغيره، روح حط عليهم شويه ملح وفلفل اسود كده كمان، وشويه كزبره ناشفه، ومكعب مرق الدجاج، وهركنهم بقى على جنب. ولسه في توابل تانية هتتحط معانا بس في وقتها كده. هحط بس المكعب المرق الدجاج، واقطع بقى الخضار بتاعنا ده. الخضار مقشرين مكحتين الكوسه كده بالمقوار بتاع المحشي، وكده ايه غسلاها كويس هي والجزر، وقسماهم من النص. واروح قسماهم كده على 4 بالقطاعة بتاعة المخلل دي، بتخلي شكل الخضار بتاعنا كده ليه شكل يعني. بصوا بقى كده، هخلص الكوسة واحطها في طبق، واروح مخلصة الخضار كله والجزر. عايزة اقولك الوصفة النهاردة فيها طماطمية واحدة، وفيها قرن فلفل واحد، وفيها 3 بصلات، على اساس ان هم يعني ايه، هم اللي موجودين في البيت فلازم امشي بيهم الدنيا. بصوا بقى كده، رحت انا ايه مقطعه الخضار والطماطم وكمان فص توم اهو. بصوا بقى، كان معايا فرخه، فالفرخه دي ايه هنقسمها على مرتين عشان نعمل حاجات توفير. بصوا بقى يا حبايبي، هشيل الصدرين وهاخد الوركين كده، مع الرقبه مع الرجلين مع مع القناصه مع الكبده، واروح ايه هنشوف هنعمل بيهم ايه. بصوا بقى يا حبايبي، هروح جايبه معلقه سمنه كده حلوه، هروح حطاها كده على النار. لو لسه ما عملتليش لايك اعملي لي لايك ومتابعه عشان يوصلك كل جديد. الفراخ طبعا احنا مشرحينها كده، ونزلنا بقى ايه بعد ما السمنه سخنت بكل الفراخ اللي انا هحطها في الصينيه كده بالشكل ده كده. وهحط عليها شويه ايه التوابل، واحط بقى فابريكا، واحط كاري، واحط كركم، واروح كله مقلباه كده. واحط بقى معلقه الطماطم وفص الثوم والبصل والفلفل، واحط معلقه صلصه، وكله كده بتشوح على النار مع بعض كده. خلاص كده اسيبه بقى ياخدوا تشمعتين، واحط بقى الجزر كمان مع الفراخ لانه بياخد سوا عن الكوسه. وكده بقى اروح نازله عليهم كده بكوبايتين من الميه، واغطي بقى الوصفه دي شويه كده معانا. بص، نعمل بقى جنب الوصفه دي شويه رز ابيض، نزلنا بشويه زيت، وهنحط الرز كده يتشوح بشويه الملح، يتشوحوا كويس جدا وايه، ويتشربوا من الماده الدهنيه، واروح نازله عليهم بالميه. وكده يعتبر الرز بتاعنا خلص يتشرب وخلاص. وكده خلاص كده هبدا بقى اعمل ايه، اشوف اختبر الجزر واختبر الفراخ، واشيل الوركين كده في صينيه كده. وكده انا هبدا انزل بالكوسه بالشكل ده كده، تاخد تقلبتين. انا مش هحط اي سوائل تانية لان الكوسه هتنزل ميه. وكده دقت الملح وخلاص، وكده مظبوطه معايا. فرشه كده بمعلقه صلصه، واروح دهنه بيها الوركين دول وحطاهم في الفرن. وكمان الرز كمان معايا خلص، وطلعت الوراك معايا بالشكل ده كده. واروح بقى مقدمه كده في طبق التقديم ده، وحاطه الرز. وكده وصفتنا خلصت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والمتابعه، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.